This journey is just beginning, and I'm ready for what's next. الفنانة شمس الكويتية بتقول إنها نفسها تعيش تجربة الجنس خارج إطار الجواز، ومش قادرة تدخل علاقة مع راجل بالتراضي من غير ما الموضوع ينتهي بجواز. وبتعبر عن زعلها الشديد إنها ما عملتش التجربة دي، وبتحكي إن كل مرة تاخد قرار إنها تخوض علاقة بره الجواز الرسمي تفاجأ إن الراجل أول طلب ليه بيكون الجواز. وشمس الكويتية شايفة إن العلاقة خارج الجواز حرية شخصية، وده شيء بتتمناه دايماً، خصوصاً إنها مقتنعة إن مفيش حد في العالم تقريباً ما دخلش علاقة من النوع ده، ومش حابين نستخبى ونقول لأ ده ما حصلش أو إن الغلط إنه يحصل. والغريب إنها بتقول إن العالم كله مر بالتجربة دي، لكن لما اتسألت هي شخصياً عشتيها يا شمس؟ ردت وقالت لأ، للأسف تجربة الجنس بالنسبة لي ما حصلتش، ونفسي تحصل بره الجواز. وكلمة للأسف هنا بترجعها للراجل، لأنها بتقول إن أي راجل يدخل حياتها أول حاجة يفكر فيها هي الجواز، ومش عارفة تغير النظرة دي عند أي راجل، والسبب إنهم بيخافوا منها لا تسيبه تمشي وما تكملش معاه.